السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، كل ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. مع بعض النهاردة هنعمل احلى بسبوسة بمقادير مظبوطة ان شاء الله تعملوها وتنجح معاكم. نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله وندخل على بركة الله. نبتدي الفيديو. ده شربات البسبوسة عبارة عن 1.5 كوباية من السكر، وكمان هنحط عليهم حوالي 2.5 كوباية من المية. يبقى حطينا 1.5 كوباية سكر، 2.5 كوباية من المية، وممكن كمان معلقة من عسل الجلوكوز. في الوقت ده نحضر بقى ايه الخليط التاني. حوالي 1.25 كوباية من اللبن، وكوباية الا ربع من السمنة، وكوباية الا ربع من السكر، ومعلقتين طبعا كبار كده من عسل الجلوكوز او عسل ايه اللي هو البقلاوة، العسل التقيل. لو عاملة شربات تقيل خدي منه معلقتين. عسل الجلوكوز ده متوفر عند اي عطار، تقدري تجيبيه وتشتغلي بيه، يعني تخليه دايما متوفر عندك، يعني بيطلع الحاجة كويسة جدا. بس لو مش متوفر تقدري تحطي عسل نحل او عسل ايه الكنافة العادي خالص اللي هو بتاع البقلاوة التقيل شوية. كل الخليط ده بقى نطلع بيه على النار كده وندوبه لحد ما يدوب كل حاجة ويدفى يا جماعة، ما يسخنش، مهم جدا. صينية مقاس 28 أو 30 ونص كيلو دقيق سميد بسبوسة. فرننا ساخن على درجة حرارة 200، السلك في الرف اللي في النص. هننزل بالخليط بتاعنا الدافي خالص زي دمعة العين، زي رضعة البيبي يا جماعة. نسخن البسبوسة بتاعتنا هتعضم وهتبقى وحشة جدا. هنقلب كده ما بتتعجنش، يا دوبك مجرد ما الخليط يختفي معانا على طول هنحطه في الصينية كده. تمام. هننزل بقى بالخليط كده في الصينية. صينية مقاس 28 أو 30 مدهونة طبعا بقطعة ايه سمنة. بيتفرد معانا كده بمنتهى السهولة. بندخل بقى فرن سابق التسخين، بتقعد معانا حوالي نص ساعة، وبتلاقيها من فوق وتحت احمرت. لو حسيت ان الجوانب احمرت او لسه فوق ابيض شغلي على طول الشواية. هتطلع معانا زي ما انتوا شايفين شربات سخن، وهي سخنة يقابلوا بعض اهو بتشرب. بنحط كل كمية الشربات مرة واحدة وما تخافيش، وغطيها حوالي دقيقتين، او ممكن تدخليها تاني الفرن. يعني انت قفلتيه وهو سخن تدخليها الفرن شوية بس يكون سخن ومقفول. خلصنا كده البسبوسة بتاعتنا، طالعة مبسبسة وفي منتهى الجمال. استنونا بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، واسيبكم بخير واشوفكم بخير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله، مع السلامة يا